تردين تاكلين بيتزا ما ماكلتها بس بمطاعم وتسويها بالبيت وبشرط طريقة سهلة وبسيطة وسريعة. اليوم راح اسوي لك اياها وحسب طلبكم. بس اول شي مثل ما عودتكم دعوة حلوة للوالدة بالشفاء وربي يشافي كل مرضاكم. قناتنا عائلة نصير وإيناس إذا أول مرة تشوفوها لا تنسون لايك اشتراك فعلوا الجرس تعليق حلو مثل قلوبكم الحلوة النقية. خلينا نبدأ هسه بالمكونات. أول شي راح نبدأ ب1.5 كوب حليب دافي، وهذا نص الكوب. خاشوقة كبيرة شكر، خاشوقة كبيرة خمرة، خاشوقة معناها ملعقة. بهذه الطريقة نخلط المكونات نعوفها بدرجة حرارة الغرفة 10 دقائق بين ما تكمل المواد الجافة. وهسه نجي نحضر المواد الجافة. 6 قلاصات طحين أو 6 أكواب طحين راح ناخذهم ويا خاشوقة فانيليا، خاشوقة ملح. ناخذ هاي المكونات ونخلطهم سوية. بعد ما خلطنا المكونات الجافة هسه نجيب مكونات السائلة اللي سويناها سوية. شوفوا لي الخمرة شلون صارت، شلون تعرفون انه هذه الخمرة مفعولها يشتغل؟ من تشوفوها بالمكونات السائلة بهذه الطريقة، يعني الفقاعات مالتها متفاعلة ويا الحليب والشكر. راح اخذها كليتهم هاي المكونات واديرهم فوق المكونات الجافة هاي الطريقة. ابدأ احرك المكونات كليتها. وهسه اجى شغل الجد، راح ابدا اعجن. بدي عندي كوب مال حليب يمي، انا ضايفه 1.5 كوب وراح اشوف ايش قد احتاج العجينه اعجن بيها. الحليب دافي وابدا اعجن بيه. مجرد ما الملم العجين اقدر اخليها على الميز واشتغل بيها بكل سهوله وبساطه. خليها على الورقة السيليكون اشتغل بيها اعجنها براحتي. وراح نظل نعجن بهاي الطريقة لحد ما تتماسك عندنا العجينة. نلملم عجينتنا نعجنها اخر عجنة نعجنها بخاشوقتين زيت. شوية بادرة تعب، بس اذا تحبون بالعجان الكهربائي تعجنيها عادي حبيبتي. ونستمر بالعجينة. بعد ما خلينا الزيت نريد نوصل للقوام عجينة البيتزا الناجحة. شوفوا لي عجينة البيتزا، إذا عجينتك مو هيجي لا تقولين أنا أسوي عجينة بيتزا مضبوطة. راح أشيلها خليها عندي بهاي الحافظة وأغطيها وأخليها نص ساعة على درجة حرارة الغرفة، وأجيكم أكمل الصوصة وياكم. وجبنا طباخنا المعدل وراح تسوي صوصة البيتزا. طاوة حبيبتي، نصيحة إليش دائما صوصة البيتزا سويها بالبيت تطلع أطيب من بيتزا المطاعم. وراح أعلمش الطريقة وأبد ما راح تركيها. رشة زيت. هذه طماطة بدون قشور مترومة ناعم، طماطات 2 بدون قشور مترومة ناعم. عندي هذه خاشوقة مال أكل معجون، وعندي هذا ميكس طماطة ويا بصل ويا فلفل أحمر. هذه تجي هيك الفلاشة، شوفوا هذه موجودة بالليدل والالدي خاصة مال بيتزا. إذا تقولون ناس ما عندنا شلون احنا نسوي صوصة بدونها، أقول لكم عادي ترموا فلفلايتين حمرة كلش ناعم وياها بصل وياها طماطة كلش ناعم، ومن تحمسوها ضيفوا لها كاتشب ومعجون تطلع ولا أروع. نضيف المعجون أول شي، بس مجرد ما إنه المعجون يتجانس ويا الزيت وطعمه يضيع، يعني طعم المعجون إذا ما مستوي تعرفوه يصير مو طيب. فأني ما تتنكه البيتزا بطعم المعجون. هسه هاي المرحلة أضيف الطماطة الثارمتها ناعم، شوية ملح فوقاها، خليهم في دقيقتين 3 وبعدين أضيف باقي المكونات. وصلت لهذا القوام اللي أنا أريده. هسه ايش راح أضيف؟ راح أضيف مكونات اللي قلت لكم عليها الصوصة الأصلية، طماطة وفلفل وبصل وياها كاتشب، فما يحتاج أضيف كاتشب بعد. نخلط هذه المكونات. إذا شفت الصوصة مالتش ثخينة تقدرين تضيفي لها 1/4 كوب ماء.
وصوصتنا وصارت جاهزة، مو صوصة كارثة. شوفوا بعد هاي الصوصة مستحيل تشترين صوصة جاهزة. حنخليها بالكاسة نخليها تبرد، وبين ما يختمر عندنا عجين البيتزا نرجع من جديد وياكم. وبعد ما عجينتنا كملت واختمرت على حسب الأصول، هذه العجينة اللي نريدها. شوفوا لي العجين شلون، ماكو أروع من هيش عجينة للبيتزا، ما شاء الله تبارك الرحمن. أول شي راح نقسم العجينة مالتنا قسمين، ناخذ هذا القسم نشنقه، ما شاء الله مختمرة وتجنن، وناخذ هذا القسم الثاني وهمين نشنقه. هذه العجينة 6 أكواب راح تصير قطعتين مال بيتزا. هاي القطعة الثانية نخليها هنا، نطبقها ونعوف على صفحة ونبدأ نشتغل بهاي القطعة. دائما إذا تريدين تسوين عجينة مال بيتزا مقرمشة من تاكلوها بنفس الوقت هشة الطريقة، ايش راح تسوي لي؟ تاخذي لي سميد ناعم مال حلويات وترشين بيه الميز، راح تفرديها على هذا السميد. ليش يا ناس؟ من تطلع العجينة وتشوفوها شلون مقرمشة راح تعرفون ليش. أول شي تسويه تفرديها بديتك هاي الطريقة، ونقول بسم الله وناخذ الشابك ونشتغل عليه. شوفوا لي الجمال، ماكو أحلى من هيك. بعد ما فردت العجينة مثل ما شفتوا راح اخذها، اني فردتها اكبر من الصينية مالتي. ليش الناس فردتها اكبر من الصينية؟ انتظروا، ليش بيكم ما عندكم صبر؟ انتظروا مو دا اشرح لكم. تاخذوها وتخلوها على الصينية، اريدها اكبر من الصينية اني. شوفوا الجمال، مو عجينة يعني اني هذا يعني احسها لوحة. الناس وايد تستخدمين اللوحات بالفيديوهات مالتك. دائما الوصفة من نتعب عليها احبها اعشقها حبايب، اعشقها. يعني تعرفون شنو تصير بيناتنا يعني شلون علاقات اجتماعية. اكثر حركة مهمة بالبيتزا تجيبين شوكة قبل ما تشتغلين بيها، وقبل كل شيء تقعدين تثقبيها بهذه الطريقة، مو التثقبية بينما تخلين فتحات على مود الصوصة مالتها تدخل بالعجينة. ايوه ناس، هسه بعد ما كملت التقبيل بالبيتزا، بعد ما كملت اشوفكم راح اسوي نوعين من بيتزا، بيتزا الخضار والبيتزا الكبيره اللي بيتزا العائله راح اسويها بالتونه فيش، كلش يحبوها البنات. نجي الحركه الثانيه. شنو الحركه الثانيه؟ قبل ما نخلي الصوصه وقبل كل شيء ما نسوي نجيب جبن الموزاريلا. شو نسوي؟ نخليه بالاطراف، داير مداير الاطراف. هاي دا تسوي الناس؟ دا اسوي لكم بيتزا على العالم. هاي البيتزا إذا سويتوها بالبيت بعد مستحيل تشترون من المطاعم. بيتزا خنفشارية حبايب، خاب الاقوشكم اني. هسه شو نسوي؟ نسد الاطراف. شوفوا حطوا لي الجوا الجبن وسدوا لي الطرف بهاي الطريقة. ايش دا تسويني ناس؟ جاي تبدعين؟ نادرة يما العراقية والشنش قد نادرات احنا يبوي، نادرات والله ومعدلات امهات بيوت، ما يعصى علينا شي. حتى البيتزا الايطالية هم ما تعصى علينا، صدق كذب. نسد هسه نتأكد انه هذا المكان مسدود كل الزين. نجيب صوصة وندير ناخذها ونمسح بيها بس بالنص، ما عليكم بهذا البرة، بس بالنص بهذه الطريقة. هاي صوصة الملوك طبعا، تحدى واحد يسوي مثل هاي الصوصة. تبا للتواضع، شنو هاي ناس صايرة متكبرة؟ شعبالكم العاد يتعب يلعب. جيبوا جبن موزاريلا وخلوه شوي يونه. هذا الفطر اني دائما اقليه قبل ما اخليه. اكو ناس خليه فريش، لا اني اقليه لان اريده شويه مستوي دايب قبل ما استخدمه بالبيتزا. ما راح اخليه هوايه لانه هي مال تونه فش، بس مجرد شي شكله. زيتون بسم الله. ايش راح تخلين بعد؟ التونه هسه اجى وقتها. جيبوا تونه وترسوها
كتر التونة. احنا هاي التونة علب عندنا يبيعوها هنا، أنا دا أخلي علبتين. تونة فيش معناها أكو بصل عليه، تخلون بصل. طبعا ايش راح أسوي؟ البنات ملاك تحب بصل نصير بالبصل، رايحة ما تحبها بدون بصل، يعني تاكلها بدون بصل، فراح أسوي جزء بيه بصل والجزء الآخر أخلي فراغ بدون بصل على مود أوفر. راح نجيب جبن الموزاريلا ندير شوية قبل ما نكمل الباقي، نخلي أوراق الريحان تعطي نكهة وطعم من غير الشكل. الطبخ فن وذوق. نكمل نترسها جبن. بيتزتنا صارت على العالم، مش بيها نواقص، بيها بعد نواقص هاي الأطراف. بيش راح نمسحها؟ هسه راح أعلمكم شوي شوي تستعجلون. راح نغطيها ونعوفها تختمر براحتها، مو تختمر بس ترتاح ويضاعف حجمها، تمام. ونشتغل بالبيتزا الثانية بين ما هذه تكون جاهزة، وراح أشغل الفرن على الفوق وجوا 180. وهسه راح نبدأ نشتغل ببيتزتنا الثانية، نسوي بيتزا الخضار. بين ما ترتاح عندنا الأولى احنا نشتغل بالبيتزا الثانية. بعد ما عندش حجة قومي هسه، ما طول المواد موجودة عندش بالبيت، قومي حضريها وسويها. من يجون الجهال وأبو البيت يلقوش محضرت لهم أطيب بيتزا، سويها وشوفي ردة فعلهم وكتبي لي التعليقات. عجينتنا جاهزة وصينيتنا جاهزة، نخليها هسه هنا بالصينية. نحاول ناخذ الزايد، نبدي هسه نثني هذا، ذاك خلينا الجبن، هذا ما راح نخلي له جبن. هاي الطريقة يعني بس على مود أشوفكم إنه تقدرون تسوون بأكثر من طريقة. اثنيها بصابعك وضغطي عليها شوكتني وابدئي ثقبي. كالمعتاد رشة صغيرة. أول شي راح نوزع الفطر، بما إنه خضار راح أكثر فطر هنا. عندي فلفل أحمر وأخضر وأصفر، راح أخلي فلفل الأحمر مو أصفر برتقالي خلي الفلفل البرتقالي، وأخلي الفلفل الأخضر، وأكيد الزيتون. أضيف باقي الحبشكلات، جبن الموزاريلا. وهاي بيتزا الخضار صارت جاهزة، خليها تستراح فد 10 دقايق ونشتغل بالعجينة الأولى. البيتزا الأولى جاهزة، شوفوا لي إياها لوحة فنية تجنن. هاي بعدها مستوية شكل، بعد تستوي شلون. وبعد ما ارتاحت البيتزا مالتنا جبناها، نريد نكملها ونخليها بالفرن. هذه راح نخليها ترتاح بين ما نكمل هذه استواء ونرجع لها. أكيد كلكم تسألوني يقولوا لي إيناس بيش راح ندهن أطراف البيتزا بالبيض؟ لا يابا، هاي بيتزا بدون بيض، لا بيش تدهنيها. تعال حليب، خلي عليه رشة شكر، خلطي ليها كل الزين ودهنيه الأطراف. ونقول بسم الله. وشوفوا ليها بعد ما تضاعف حجمها وصارت جاهزة بالفرن، راح أخذها وقبل على الفرن. وبيتزتنا على طريقة المطاعم صارت جاهزة. شوفوا لي البيتزا، ما أحكي أني، الشكل هو اللي يحكي، ولا أروع من هيك. خليني أشوف لكم إياها، شوفكم الحشوة شلون صايرة. يعني بيتزا متشكلة ومنمنمة ومعدلة ومرتبة، وتقدرين تسويها لضيوفك. مناسبات، عندش ضيوف عصرية جايين، جهال في المدرسة تريدين تسوين شي يحبوه، ماكو هيجي بيتزا ضيم ضلايم. ونقول بسم الله ونقطع. وأكيد لازم نجربها ونذوقها. شوفوا الجمال، باعوا لي الجبن، هذا كله ده عبارة عن حشوة جبن. شوفوا لي جمال البيتزاية. شنو رأيكم بيها؟ من أقول لكم مصفاتي على العالم مصفات استثنائية، تقولوا لي إيناس أنت حيل متكبرة. تبا للتواضع، أصلا أنا كلش متواضعة.
والدليل أطيب الوصفات أني أسويها لعيونكم الحلوة. طبعا نستاهل لايك وتعليق، فعلوا لنا الجرس. أكيد أنتم منتظرين تشوفون بيتزا النباتية اللي هي بيتزا الخضروات. هسه من أطلعها وتشوفوها وتشوفون شنو الجمال، عبارة عن سيمفونية. حقيقة أنا الوصفات من أندمج بيها بعد أنسى كل شيء. ما أشبع منها. أنتم ما شفتوا الجبن دا تشوفون الجبن، شوفوا لي الجبن بالحوافي. هاي الحوافي عبارة عن جبن. وصفة فتشي يعني شلون أوصفها، يعني تعالوا وصفوا لي إياها. وهاي البيتزا الثانية، بيتزا الخضروات همين صارت جاهزة. لازم أشوف لكم إياها، يعني أنا أشوفكم الأولى وأشوفكم الثانية. قبل أغشكم راح نجي نقطعها هسه وأشوفكم الشكل النهائي إلها. ايش تتوقعون، هذه أطيب لو الأولى أطيب؟ بسم الله. شوفوا اليابا على القرمشة، ويلي عليها مقرمشة وهشة. ونقول بسم الله وأشوفكم القطعة الأولى. شوفوا لي الجمال، شوفوا لي الجبن شلون سايح مع الخضروات، ماكو أروع من هيجي. وتسألوني تقولين ليش تستخدمين إيناس السميد الناعم؟ السميد الناعم يعطيها هاي القرمشة اللي دا تشوفوها الجو، هاي الصوت دا تسمعوه، لأنه هي بالعادة إنه طرية منا فتبقى هنا مقرمشة ومن جوا مقرمشة، ومن تاكليها ألف عافية راح تحسين بطعم. من أهم الوصفات ومن أجمل الوصفات اللي سويتها. لا تترددين وسويها ولا تعاجزي. سهمكم العافية. قناتنا إذا أول مرة تدخلوا على تنزلوا إيناس لا تنسون لايك واشتراك، فعلوا لنا الجرس. شكرا لتعليقاتكم الحلوة، شكرا لدعمكم ومساندتكم إلي، دعواتكم الوالدة بالشفاء. يا ربي أشوفكم بخير وصحة وسلامة. عذروني تأخرت عليكم نفس ما ذكرت لأنه كنت مريضة حيل. أشوفكم فيديوهات جديدة بعد أحلى وأحلى.